عمرك فكرت انك ممكن تكون تعبان مش علشان قلة نوم او مجهود، لكن ببساطة لان جسمك بيصرخ عشان ياخد حاجات كتير ناقصاه؟ السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهاردة ان شاء الله هقولك معلومة في السريع. النهاردة احنا مش هنتكلم عن ادوية او امراض، احنا هنتكلم عن البنزين اللي بيشغل جسمك كل يوم. هنتكلم عن الفيتامينات اللي لو نقصت كل خلية في جسمك بتبتدي تضعف. لو بتصحى من النوم مرهق او بتنسى كتير او بتحس بخمول بدون سبب واضح، فالمشكلة مش في دماغك، المشكلة في جسمك. في الفيديو ده هكلمك عن اهم 5 فيتامينات اساسية من غيرها الجسم بيتحول من جهاز شغال بكفاءة لجهاز بيهنج كل شوية. هنعرف امتى تاخدهم وافضل وقت في اليوم، وكمان ليه مهم منفوتش كل واحد فيهم. خليك معايا للنهاية لان رقم 5 هيفرق معاك جدا. اول فيتامين هنتكلم عنه هو فيتامين دي، وده احنا بنسميه فيتامين الحياة. هو المسؤول عن العظام والمناعة والمزاج، والمشكلة ان اغلب الناس ما يعرفوش انهم عندهم نقص فيتامين د. ضعفه بيسبب ارهاق مزمن والم عضلي وكمان اكتئاب. افضل وقت الفيتامين د هو بعد وجبة دسمة تحتوي على دهون صحية زي وجبة الفطار او الغداء. بيجي من اشعة الشمس والاسماك الدهنية وكمان صفار البيض. الجرعة اليومية بتاعته من 1000 ل 2000 وحدة دولية، ولو التحليل طلع فيه نقص شديد ممكن الدكتور يرفع الجرعة مؤقتا. فيتامين دي هو القائد اللي بيوزع الطاقة وكمان المناعة في جسمك. باختصار فيتامين دي لو ناقص كل حاجة بعده بتتلخبط. تاني حاجة هنتكلم عنها هي فيتامين بي 12، وده بنسميه شرارة الأعصاب وكمان الطاقة. فيتامين بي 12 هو اللي بيشغل المخ والأعصاب، من غيره هتحس بخمول ونسيان ودوخة وكمان تنميل في الأطراف. أكتر الناس اللي بينقص عندهم فيتامين بي 12 هما النباتيين وكبار السن والناس اللي بتاخد أدوية حموضة بشكل متكرر. بيتاخد الصبح بعد الفطار لأنه بيدي نشاط وطاقة، مهم جدا لتقوية الأعصاب وتحسين الذاكرة والتركيز، وكمان مقاومة الاكتئاب والإجهاد. تالت حاجة هنتكلم عنها هي فيتامين سي، وده بنسميه درع المناعة. ده الفيتامين الأشهر في العالم لكنه مظلوم جدا. مش بس بيقوي المناعة ضد البرد، لكنه كمان مضاد أكسدة قوي جدا. بيحافظ على خلايا الجسم وكمان البشرة. أفضل وقت يتاخد فيه بعد الفطار أو الغداء. يفضل متاخدش على معدة فاضية لأنه بيسبب حموضة. بيقوي المناعة وبيجدد خلايا البشرة وكمان بيمنع التجاعيد وبيسرح في التئام الجروح. مصادره كتير زي البرتقال والكيوي وكمان الجوافة. فيتامين سي هو خط الدفاع الأول في جسمك، بس لازم يكون حاضر. عنصر هنتكلم عنه النهاردة هو الأوميجا 3، وده بنسميه غذاء المخ والقلب. لو عندك توتر أو نسيان أو ضغط شغل عالي، فأوميجا 3 هو الحل السحري اللي بيوازن بين جسمك ومزاجك. هو عبارة عن أحماض دهنية ضرورية لصحة المخ والقلب والمفاصل وكمان العين. بيقلل الالتهابات وبيرفع التركيز وكمان بيحسن المزاج. أفضل وقت يتاخد فيه بعد وجبة دهنية أساسية زي بعد الغداء أو بعد العشاء. بيستخدم لحماية القلب وتقليل الدهون الضارة وكمان بيدعم المخ والتركيز. من غير أوميجا 3 المخ بيبقى زي الكمبيوتر القديم من غير تحديث. خامس حاجة نتكلم عنها النهاردة هي المغنيسيوم، وده مفتاح الهدوء وكمان النوم. المغنيسيوم هو البطل المجهول في الجسم، مسؤول عن أكتر من 300 وظيفة حيوية جوه الجسم، منها العضلات والأعصاب وتنظيم ضربات القلب وكمان النوم. لو بتنام متأخر أو بتصحى مرهق أو كمان بتتعصب بسرعة، في الغالب أنت عندك نقص مغنيسيوم. أفضل وقت يتاخد فيه هو قبل النوم بنص ساعة، لأنه بيساعد على استرخاء الجسم وكمان تحسين جودة النوم. بيهدي الأعصاب وبيقلل التشنجات العضلية وكمان بيحسن جودة النوم. جسمك مش ناقص أكل، جسمك ناقص عناصر بتخليه يشتغل صح. الخمس عناصر اللي قلتلك عليهم هما العمود الفقري لصحتك اليومية. ابدأ النهاردة ونظم أكلك وخد المكملات الصح في الوقت الصح، واهتم بجسمك لأنه المكان الوحيد اللي هتعيش فيه طول عمرك. يا رب تكون استفدتوا من الفيديو. لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليك. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.